الصراحه اليوم كان واحد الماتش اللي صعيب بزاف. الحمد لله بعد ملي خرجنا منه باقل الاضرار وخرجنا بواحد النتيجه اللي صراحه ايجابيه. كانوا بزاف ديال الملاحظات، ما غاديش نقولوا كانوا سلبيات، في نفس الوقت كانوا ايجابيات. غادي نهضروا على الاداء نتاع المنتخب الوطني وعلى الانتصار الصراحه اللي قدم اليوم. والصراحه بالنسبه لي كيبقى واحد الانتصار مهم على المنتخب الاسكتلندي اللي صراحه من البدايه نتاع الماتش لاحظنا ان المنتخب الاسكتلندي داير واحد الدراسه عميقه للمنتخب المغربي، وكان داخل بواحد الخطه واضحه وهو يسد جميع المساحات اللي كتخلي المنتخب المغربي بعيد على المناطق نتاع الخصم. واكثر من هذا الشيء بان واضح ان الطاقم التقني نتاع المنتخب الاسكتلندي داير واحد الدراسه كبيره او داير واحد التحليل عميق على لاعب المنتخب الوطني ايوب البوعدي اللي صراحه قدم واحد الاداء اسطوري ضد المنتخب البرازيلي. ولاحظوا بانه هو اهم واخطر لاعب اللي كتبدا من عنده البناء الهجومي. دونك داروا واحد الكثافه في خط الوسط اللي منعوا الكره توصل للبوعدي. خصوصا لاحظوا كيف قلت لكم ان المنتخب المغربي كيبني من الوسط ما كيبنيش من الاطراف، فكيف قلت لكم بزاف من المرات انه كانوا كيديروا عليه واحد الضغط اللي هو مزدوج، خصوصا انه هو دخل بواحد الخطه نتاع 5-4-1. نتكلموا على الاسماء اللي قدموا واحد المباراه اللي خرافيه بمعنى الكلمه، وخصنا نوقفوا على الاداء الاسطوري اللي قدموا النجم نتاعنا الحاج نصير مزراوي. صراحه قدم واحد المستوى اسطوري وبين على واحد القتاليه. صراحه اللاعب كان ذهنيا حاضر في الماتش. وما ننساوش الجلادياتور نتاعنا سفيان العيناوي اللي قدم واحد المباراه محترمه في وسط الميدان. نضرب في واحد النقطه كذلك نتاع الجناح ديالنا او الظاهر ديالنا اشرف حكيمي اللي شفناه اكثر من مره كيطلع وكيبني واحد الفرص، خلق واحد التفوق عددي. ولكن في المقابل بان بان الناخب الوطني السي محمد وهبي كان واعي تماما بخطورات الفراغات اللي كيخليها اشرف حكيمي فاش كيطلع كيخلق التفوق العددي. بالتالي شفنا تعليمات واضحه من جانب المدرب، خصوصا من جانب اللاعب ايوب بوعدي باش يغطي الفراغات اللي كيخليها اشرف حكيمي كيطلع كيساعد في البناء الهجومي. صراحه رغم الفوز وزعما رغم النتيجه هادشي ما يخليناش اننا ما نتكلموش على بعض السلبيات اللي شفناها. والصراحه ما كنا قادرين باش نتفاداو هاد السلبيات. لكم كاين بعض السلبيات اللي شفناها في الماتش ديال البارح صراحه اللي خاص المنتخب الوطني باش يخدم عليها في المباريات الجايه ان شاء الله. اول نقطه هي استغلال الفرص. صراحه المنتخب المغربي البارح كان قادر باش يخرج بواحد النتيجه على الاقل 1-0 اللي غتخليه يلعب الماتش الثاني مرتاح، وغيكون داخل الماتش الثاني بواحد زياده في عدد الاهداف اللي غتخليه يتقالي فيها هو البريمير ويتفادى الحسابات نتاع الادوار الجايه ان شاء الله. المنتخب المغربي خلق العديد من الفرص باش يقتل الماتش وتاتى له الفرصه شحال من خطره باش يقتل الماتش، ولكن اللمسه الاخيره ما كانش ديما ناجحه. وحاجه اخرى هو شفنا بعض الانانيه من بعض اللاعبين اللي الصراحه حنا في الغنى عليها. حنا كنلعبوا واحد البطوله دوليه ولا واحد البطوله عالميه، واحد البطوله اللي اللاعب خصو يفكر في الجانب الجماعي اكثر ما يفكر في المصلحه الشخصيه نتاعو. صراحه في بعض الحالات كانت تمريره بسيطه انها قادره باش تخلق واحد الفرصه تاع واحد الهدف اللي غتخليك تكمل الماتش بواحد الاريحيه وما تخليكش تعيش واحد الضغط. حيت كيف شفنا ان المنتخب الاسكتلندي شويه تاق في راسو في الدوزيام ميطون واحتكر او واحتفظ بالكره، الشيء اللي خلانا نلعبوا تحت واحد الضغط كبير كنا في الغنى عليه. دونك انت صراحه جاتك الفرصه الاولى الفرصه الثانيه باش تقتل الماتش وباش تبلع الماتش وتكمل الماتش في واحد الجانب الذهني اللي هو مرتاح. ولكن كيف قلنا الانانيه تاع بعض اللاعبين صراحه خلاتك تكمل الماتش وانت مضغوط. وهذا الشيء اللي شفنا ان المنتخب الاسكتلندي شويه تاق في راسو في الدوزيام ميطون وحاول يهدد المرمى نتاع بو ويمارسوا علينا الضغط الصراحه اللي كان واحد الضغط اللي هو كثير. ولكن الحمد لله لا اللعابه ولا المدرب وعاو بهذه المساله هذه. وكيف كنقولوا هادشي الصراحه خصو يتصح بسرعه. بقات لنا واحد النقطه نتاع التغييرات الصراحه اللي انا كمتابع كمتابع متواضع لكره القدم الصراحه ما كنتش راضي على التغيير. كنت كنظن ان الاطار محمد وهبي غادي يزيد واحد الميليو تيران اللي غادي يعاون شويه الوسط نتاعنا، حيت كيف قلت لكم تفرض علينا واحد الضغط اللي شويه صعيب وحنا كنا في غنى اننا ندخلوا واحد راس حربه. انت ديجا غالب، حيت كيف لاحظنا ان المنتخب المغربي في بعض الفترات عانى بزاف في الضغط في وسط الميدان. دونك كانت عندنا واحد القله عدديه في وسط الميدان. دونك هذا الشيء اللي كنشوف انا انه تعوض ما ندخلوا راس حربه رحيمي كان علينا ندخلوا واحد الميليو تيران اللي شويه يعاون
خصوصا ان المنسوب البدني شويه نقص في المينوتات. ومع ذلك الصراحه خصنا نعطيو كل واحد حقه. الصراحه المنتخب المغربي البارح بين على واحد الشخصيه وواحد الانضباط التكتيكي اللي هو كبير وعالي طيله المجريات تاع المباراه، وبواحد الروح قتاليه صراحه اللي بانت. لا الصراحه جميع اللعبه بينوا على الروح القتاليه باش ما ننساوش الحق نتاع كل واحد، وباش نعطيو كل واحد حقه. صراحه قدموا مباراه رائعه. غير هو داك الجانب نتاع صيغ الفرص هو اللي صراحه كيبقى واحد السلبيه اللي صراحه ما خاصهاش كاع تكون فيها. نخدموا عليها ونصحوها في الماتش الثالث ان شاء الله، اللي به ان شاء الله نجيبوا الكلاسمون. صراحه المنتخب المغربي حقق الاهم وهو الفوز في المباراه وتحقيق 3 نقاط، ولكن في المباراه القادمه ان شاء الله ضد المنتخب الهايتي خاص يكون تركيز كبير امام المرمى ونستغلوا ما امكن الفرص اللي كتتاح للمهاجمين ديالنا ان شاء الله. وخصوصا كيف قلت لكم ان المباراه الثالثه ان شاء الله غتلعب على الكلاسمون، وبالتالي عدد الاهداف غادي يكون واحد العامل مهم في حسم الترتيب. وكنقولوا مبروك لجميع الجماهير المغربيه بهذا الفوز وبهذا التاهل المستحق. ان شاء الله القادم يكون افضل ان شاء الله، ولما لا نحققوا واحد النتيجه ان شاء الله اللي هي مرضيه. وكيف كنقولوا ديما حنا ان شاء الله نمشيو دقه دقه ماتش بماتش، كل دور والحسابات نتاعو، كل ماتش والدراسه نتاعو. انسان مزيان يكون عنده واحد الطموح كبير، ولكن هادشي كيبقى راجع للخدمه وراجع للروح القتاليه ولا الانضباط ولا الاحترام الخصم. كي كنقولوا ديما حنا ماشي بحال شي وحدين كنستهانوا بالخصم. دونك الحمد لله لا الاطور ولا اللعابه عارفين بالمسؤوليه اللي عليهم. كانت هذه اهم الحوايج اللي تكلمنا عليهم، ونتمنوا التوفيق والنجاح ان شاء الله لاسود الاطلس. والسلام عليكم.